وجعلنا من الماء كل شيء حي. قدرة الخالق في تصوير هذا الكون جعل من إحدى قرى بلدية قليعت المسماة بقرية بطامة إحدى عجائب ولاية برج بوعريريج الطبيعية، فهي القرية المشهورة بمائها المعدني النادر الذي يأتي إليه الناس من كل حدب وصوب بغية الاستجمام بالمناظر الطبيعية وحتى بحثا عن العلاج. العين هذا يسموها البسان. البسان هذا منين جاي المنبع نتاعو؟ جاي من عقار. عقار كان يحكوا لنا بويانا وجدودنا هكذا. عقار هذا كان مقسوم الماء مقسوم، جهه رايحه لجهه المسيله وجهه جايه لعندنا في الجبل هذاك. عايروه وجابوه وكلش، وكاين حتى قور من العوايز، عندهم افامي في العوايز قور ولا غير داو حتى لفرنسا زادوا دوزيام، عايروه عاودوا جابوه لنا ولجاو لنا المنطقه هذه وقالوا لنا على المنبع هذا استحفظوا به لازم. مياهه تنبع من إحدى جبال المنطقة، وهي تحتوي على عناصر فعالة في علاج مختلف أمراض الجسم. هذا المنبع نتاع العين نتاعنا هذه اللي هنا صالح الماء الكلى الصحة نتاع الجسم نتاع بنادم كامل، يعني يجيو من المسيلة، من عين الخضراء، من مقرى، من باريكة، يجيو يديو في الماء من نياتي. أنا جيت من برهم عندي مدة 5 سنين وأنا نسقي منه. الماء مساعدنا ياسر مليح، الشراب، الأكلة، صحة بنادم مليح ياسر الماء. ومهما اختلفت أسباب اللجوء إلى هذا المنبع الطبيعي بقرية بطامة بغية الاستمتاع بالمناظر الخلابة على سفوح الجبال المحاذية التي تحتوي أيضا على عشبة الزعتر، فإن الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن المنطقة تبقى قطعة مهربة من الجنة.